وسط حالة حزن شديد تشيع جثمان الفنان العراقي رضا طارش بالديوانية. شيع أهالي الديوانية صباح يوم الاثنين جثمان الفنان الراحل رضا طارش الذي توفي مساء أمس الأحد بعد تعرضه لأزمة صحية حرجة. وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان العراقي رضا طارش بعد ساعات قليلة من وفاة الفنان فلاح إبراهيم. وذكرت النقابة في بيان بالغ الحزن والأسى عن نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان رضا طارش والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.